من شاشة الإشراق الفضائية نحييكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا. وضيفتنا لهذا اليوم هي المرشحة لانتخابات مجلس النواب العراقي الدكتورة راقية عبد الجبار الخزعلي. مرحبا بك دكتورة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا دكتورة، بالبداية خلينا نعرف المشاهدين عن حضرتك. أنا الدكتورة راقية عبد الجبار علي الحريشاوي الخزعلي، أستاذة في كلية القانون جامعة بغداد. كنت الأولى على دفعتي في البكالوريوس، وحصلت على الماجستير بدرجة امتياز، وحصلت على الدكتوراه وعينت في جامعة بغداد. أنا حقيقة الآن مرشحة عن ائتلاف الأساس تسلسلي 57. حاليا أنا يعني أدرس ما بعد الدكتوراه لبرنامج يمنحني درجة عالم في واشنطن، وكذلك أتولى التدريس في إحدى الجامعات الأمريكية. ومرشحة عن محافظة بغداد الآن حضرتك. نعم، عن محافظة بغداد. نعم، عن محافظة بغداد. نعم. لديك دكتورة مسيرة حافلة، مسيرة أكاديمية تمتد لأكثر من 30 عام. حدثينا عن هاي المسيرة وهذه الرحلة الأكاديمية، وكيف شكلت لديك خبرة ووعي من الممكن استثماره برؤيتك السياسية والقانونية، وبالنهاية بلورت إلى برنامج انتخابي وقرار للترشيح. الحقيقة أنا كنت أستاذة في جامعة بغداد حينما حصلت على الماجستير بدرجة امتياز، كانت هذا في سنة 1996. نعم. عينت من قبل عميد الكلية أستاذة في نفس الجامعة، جامعة بغداد. ومن بعدها حقيقة كملت على الدكتوراه، كنت أدرس وبنفس الوقت أدرس للدكتوراه. حصلت على شهادة الدكتوراه في سنة 2000. من بعدها لأسباب طبعا أمنية، لكوني لم أكن منتمية لحزب البعث آنذاك، لضغوطات حقيقة مرست علي وعلى عائلتي، قررت أن أترك العراق. نعم. غادرت أنا وزوجي، كان هذا في سنة 2000 بعد ما حصلت على الدكتوراه. سافرت، كانت المحطة الأولى في ذلك الوقت، لم تكن يعني كل الدول العربية تمنح فيزا للعراقي. نعم. كانت دولتين فقط اللي ممكن أن يلجأ إلها العراقي آنذاك، هي الأردن وليبيا. حصلت على عقد عمل في ليبيا، وحقيقة اشتغلت في الجامعات الليبية، وبنفس الوقت كنت ممنوعة من دخول العراق في هذه الفترة. لأن السبب نقدر نعرفه يعني؟ السبب هو الأساسي هو أنا ما كنت منتمية لحزب البعث آنذاك، وبنفس الوقت ضغوطات سياسية، وأيضا لأن الأستاذ الجامعي في تلك الفترة لم يكن يسمح له بالمغادرة العراق في وقت النظام البائد. فحقيقة أنا يعني اضطررت أنه أن أسافر، وكان الجواز اللي طلعت به كان يحمل أنه صفة كوني حاصلة على شهادة المتوسطة، تخيل يعني. نعم. وطبعا كانت الظروف جدا صعبة، لأنه كنت اضطريت أنه كانت عندي طفلة وحيدة عمرها تقريبا سنة. نعم. تركتها عند الأهل، وعانيت ما عانيت لأنه ما كنت أقدر أستطيع أن أخرجها معي. دكتورة، بحسب هاي الظروف شنو الوضع اللي اضطرتش أنه تتركين العراق بهذه الطريقة؟ كثير والله. نعم. يعني منها على سبيل المثال أنه كان زوجي من الكرد الفيليين الحقيقة، اللي كان عنده يعني من المنتمين لحزب الدعوة آنذاك، من أولاد الخالة، اللي تقريبا 3 معدومين. كان هذه في نقرة السلمان، إذا أنت سامع بيها. فكان هو فهو كان أيضا من الأوائل في الجامعة، وكان ما يمنح أي فرصة للتعيين في تلك الفترة. ملاحقات مستمرة كانت عليه أيضا وعلى عائلته، واعتقالات مستمرة. بالإضافة إلى أنه في هذه الفترة احنا لم نكن يعني حقيقة راضين عن السياسة اللي كان يتبعها صدام حسين في تلك الفترة. يعني حقيقة كثيرا ما كنا نصرح بشكل صريح أنه هذا ظلم، هذا استبادة، هذا استبداد، هذا نوع من أنواع الاستعمار، وإن لم يكن من دولة لدولة، ولكنه استعمار داخلي. يعني هذه إبادة لشعب بأكمله. فهذه الكلمات حقيقة كانت كثيرا ما تعرضني للجان تحقيقية كان بالجامعة، وعلى أثرها يعني كانت حقائق أنه إحنا هذا العراق طالما أكو به هذا النظام
احنا ما لنا يعني اضطريتي تتركين طبعا بنتك ما لنا بعمر الطفولة طبعا يعني مع الأهل، مع الأهل. وخرجتي بأوراق؟ خرجت. نعم. كان يشترط انه حتى اخرج، لان سبقني زوجي انه منسافر، فحتى اخرج لازم يكون معي محرم. فاضطريت انه والدي يطلع معي للاردن، من بعدها اخذ طياره واجي ليبيا. نعم. فخرج معي والدي في تلك الفتره، فمجرد رجوعه اعتقل من قبل الامن الوطني. وصلهم خبر. نعم. تعرض لوسائل تعذيب وضغوط. نعم. فكانت اصعب بمعنى يعني من اتذكرها كل شيء اتعب وحقيقه نفسيا. يعني اصعب الظروف اللي مرت علي هي كانت تلك الفتره. نجا والدك من الاعتقال الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله. بس كنت امام نارين، انه اما ان ترجع نعم واتعرض لمحاكمه جزائيه، واما انه ظلت تحاول انه تضغط على نفسك بصعوبات. حتى كنت يعني مرات انه فتره العطله اروح للاردن. نعم. عسى ولعل او لسوريا. بجوازك الحقيقي لو الجواز الاخر؟ لا، الجواز اللي خرجت به، لانه نعم. انا ما اقدر اغير الجواز. طيب شلون لقيتي فرصه عمل هناك وجوازك يقرا خريجه متوسط؟ والله يعني سبحان الله الظروف يعني ساعدتني، لانه كانت الجامعه نعم. بتلك الفتره كانت محتاجه لاختصاصي، وعندي الوثائق اللي تدلل على انه اني حاصله على الدكتوراه، وانه استاذه جامعيه في جامعه بغداد. في ليبيا ما كانوا يضايقون العراقيين اللي معارضين للنظام ويلتجؤون الى ليبيا في ذاك الوقت؟ يعني واحنا مرات نسمع انه نظام القذافي يعني ما كان على صلح مع نظام صدام، ومرات نسمع انه لا، يعني كانت اكو علاقات او تنسيقات امنيه بيناتهم. الحقيقة يعني في وقت يعني نظام القذافي كانت السفارة العراقية نعم. اللي هي تابعة للنظام البائد كانت بالفعل تمارس يعني أعمال إنه تضييق على العراقيين. السفارة العراقية بليبيا كانت نشطة، نعم. والنظام الليبي بذاك الوقت يعني سامح لهم إنه يتحركون بحرية. يعني مارست كثير من الضغوطات على كثير من شخصيات عراقية كانت متواجدة بليبيا. يعني من بعدها السفارة العراقية أغلقت، هذا قبيل يمكن 2003، كانت بدون سفير. فكنا نضطر، صارت عندي يعني طفلة في ليبيا، اضطريت أنه أسجلها بالسفارة العراقية في تونس. نعم. وأبعث أوراقها للتصديق على ولادتها وإخراج بيان إلها. ما حاولوا يعيقون هاي العملية كون اسمك موجود ضمن القوائم المطلوبين أو غير شيء؟ لا السفارة؟ يعني بهذه الفترة كنا ما نحاول أن نلجأ للسفارة، نحاول أنه نبتعد عن اللجوء إلها، يعني نحاول أن يكون في بسبب تسجيل بنتك. أي نعم. ما لجأت للسفارة العراقية في ليبيا لأن أغلقت. نعم. في تونس ما موجودة اسمكم بالقوائم؟ أو بتونس مو موجودة. فهاي شوية ساعدتنا. نعم. إنه أكو السفارة العراقية أي مولود أي تغيير يعني يحصل أي حالة حتى نوثقها إحنا كعراقيين، فنلجأ للسفارة العراقية في تونس. فسجلناها بالسفارة العراقية في تونس آنذاك. ما قدرت حقيقة أن أستعيد بنتي اللي تركتها عند أهلي إلا بعد بقيتي مشايفتها من 2000 ل 2003 لما صار السقوط. ف 2003 حقيقة رغم محاولاتي قلت لك أنا كنت تجي للأردن وما تقدر ما أقدر يعني ما أقدر حتى إنه أستعيدها بكل الطرق يعني. وأرجع خائبة يعني ما عندي. شنو السبب ما قدروا يطلعوا لك إياها؟ لأنه لازم إنه تطلع بشكل أصولي، لازم أكو جواز إلها. لازم إنه يجي واحد لما يكون الوالد أو الوالدة تكون وياها. أنا ما قدرت هذا المسألة لأن علي مساءلة قانونية. أصعب شيء يمكن كان عندك هو فراق بنتك. طبعا يعني كانت كوابيس. كنت يعني خاصة من صارت الحرب وانقطعت الاتصالات بديك الفترة، كانت اتصالات أرضية، ما كان هذا الموبايل موجود. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى. يمكن مكننا بها احنا البشرية. فكانت انقطعت الاتصالات، ما أعرف بيهم أحياء أموات أهلي صار بيهم. فكنت أحلم دائما بكوابيس إنه هي ميتة، إنه هي مفقودة. هذه كانت
يعني أصعب مرحلة في حياتي عشتها. نعم. واجهتي مضايقات من السفارة العراقية بليبيا لو قدرتي أنه تتخفين عن يعني عيون النظام ذاك الوقت؟ يعني بصراحة كنت أحاول قدر المستطاع أنه أبتعد عن اللجوء للسفارة العراقية، يعني أكون بعيدة. وأنا بالفعل درست مش هي المشكلة بالعاصمة. أكو دكاترة عراقيين كانوا هناك هم بعثية ويكتبون، حتى هناك هم يكتبون أي تقارير على زملائهم. وهذه المشكلة، أنه كان النظام القذافي مؤيد للحكومة العراقية. نعم. فاحنا كنا نحاول انه نستمر يعني تواجدنا وبشكل سري نحاول ان نخفي وجودنا. نعم. فنبتعد عن العاصمه. حتى حصلت فرصه عمل بطرابلس اللي هي العاصمه ليبيا. نعم. حقيقه ما رحت درست بها خوفا من انه انعرف. طيب دكتوره، المحطه الاولى كانت ليبيا. نعم. حتى 2003؟ لا، استمرت تقريبا الى 2008. نعم. ظليت أنا في ليبيا من بعدها تقريبا يعني 8 سنوات. 8 سنوات من 2000 ل 2008. من بعدها حقيقة راسلت عدة جامعات بالخليج أنا وزوجي. فإحدى الجامعات اللي هي بالبحرين قبلت بينا وأرسلت لنا عقود وأرسلت لنا تذاكر، وصارت الرحلة مباشرة من ليبيا إلى البحرين. نعم. هناك درست بجامعة البحرين، وكذلك من بعدها إحدى الجامعات عرضت علي عقد بشروط أفضل، انتقلت إلها جامعة العلوم التطبيقية في البحرين، واستمريت بها بالبحرين. ألفت كتب مؤلفات ما زالت لغاية اليوم تدرس في مجال تخصصك اللي هو القانون وخاصة العقود. نعم. وبنفس الوقت درست دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه. حصلت على ترقيات علمية. دخلت المعهد البريطاني للغة. طورت أكاديميا، وكذلك بسبب الدورات اللي يعني حقيقة اللي شاركت بيها كأستاذة تدريسية. من بعدها حقيقة صارت لي فرصة عمل أيضا بالإمارات العربية، ودرست بدبي بأحدى جامعات دبي لفترة يعني حقيقة كانت قريب السنة، ما كانت فترة يعني كثيرة، لأنه أنا أكثر دولة خليجية ارتاحت بها كانت البحرين. فبقائي بالبحرين كان لفترة أطول. نعم. لكن تزورين الوطن بين فترة وفترة. إيه. نعم. هاي حقيقة أنه كانت فترة العطلة نروح بها للعراق ونشوف أهلنا هناك. كذلك درست بالقطر، بس كانت فترة كلش بسيطة تقريبا 3 أشهر. يعني كانت يعني ننطي دورة قانونية لضباط الشرطة في تلك الفترة، فانطيت دورة قانونية شاركت بها كأستاذة، ودرست هناك في كلية الشرطة في قطر. نعم. ومن بعدها حقيقة قررت أن أرجع، لا عفوا قبل أن أرجع انتقلت، حصلت على عقد عمل كان في الأردن. فدرست بجامعات أردنية كثيرة اللي هي الشرق الأوسط، جامعة العلوم الإسلامية، جامعة عمان العربية، بالإضافة إلى أنه كنت أيضا ألقي محاضرات في أحد الجامعات اللي هي الأهلية وغيرها وما شابه. نعم. يعني هاي كانت أيضا فترة، خاصة فترة كورونا، خلتني أنه أستمر لفترة طويلة في بقائي في الأردن. من بعدها قررت العودة إلى العراق. يعني كان رجوعي المرة الأولى كان في 2013. نعم. وقطعتها وسافرت، أخذت إجازة. إيش قد بقيتي من 2013؟ 2013 رجعت مرة ثانية، كان هذا في 2020. يعني بقيتي كم؟ يعني 7 سنوات. 7 سنوات بالعراق بقيتي؟ لا، 7 سنوات قطعتها، يعني أخذت 2 سنين بالعراق. 2 سنين. وبعدين أريد أسأل عنها. رجعت للأردن. نعم. والأردن درست بها، فتقريبا ما يقارب 5 سنوات بالأردن. نعم. هسه فترة الزيارات المتقطعة من 2003 حتى 2013، يعني الإنسان ما يقدر يكون فكرة عن التغييرات اللي حصلت بالبلد بعد 2003. مو مثل اللي يجي يستقر على الأقل 2 سنين. أريد شعورك توصفي لي ب 2003 من دريتي النظام سقط، وكل القيود اللي كانت أمامك تمنعك عن الأهل والأحبة وبنتك، شفتيها أنه بكبسة زر كأنما اللغت فجأة. شيء ما حد كان يتوقع أنه الجلاد بهالبساطة. وشعورك من بعد ما استقريتي بالوطن مرة أخرى، شو اختلف بالعراق؟ شوف أقول لك فد شيء، أنه
يمكن أني وكثير من العراقيين تلك الفترة كانوا مؤمنين بحقيقة أنه هذا النظام مستحيل يسقط، هذا النظام مستمر لأحفاد الأحفاد. هاي كانت المقولة اللي تقال، يقولون ابن حله هو اللي هم راح يحكمنا الجاي، يعني لا تتخيلون هذا النظام زائل. فكان هذا بالفعل يعني صار عندنا نوع احنا إحباط، يأس، غادرنا العراق. مستحيل إنه راح تتغير الأمور لو مهما كانت الضغوطات الدولية على العراق، هذا النظام هو باقي. هذا اللي توصلنا لها. فمن صار السقوط، طبعا أنا بفترة اللي كنت بليبيا للأمانة، ولما عرفت إنه والدي معتقل، كنت أنا بهاي الفترة كثيرة الصيام، وبنفس الوقت تمكنت إنه هاي من المحاسن إنه تقريبا حفظت ثلث القرآن عن ظهر قلب. وكثيرة الدعاء بها، لأنه ضغوط نفسية يعني كل الصعوبات. والدك معتقل؟ تقريبا 3 أشهر. مع تعذيب يعني. هو رجل كبير بالسن، فعل وساطات وما وساطات أطلقوا صراحة، فكانت مؤلمة بالنسبة لي. المهم إنه إحنا من رجعنا بال2003، أنا أول شيء عيني على بنتي، أريد أشوفها يعني هذه إيش صار بيها، شلون تغيرت. فمن شفتها بحقيقة كانت هي يعني مستغربة إنه أنا أمها. يعني المهم أخذتها، كان هذا ب2003، بس كان وضع العراق لأن تعرف حرب الآن حادثة. ويعني مثل ما قال هو بوقتها، قال هو هذا المقبور صدام كان راح أسلمها تراب، بالفعل سلمها تراب. يعني تيجي تشوف البنايات منهدمة، كان باستمرار اكو قصف، بنفس الوقت تشوف انه الرتل الامريكي بال2013. فكان الوضع شلون شفتي المشهد؟ لا كان متغير شوي. يعني التفجيرات شوي قلت بال2013 اكو، بس كانت اقل. بنفس الوقت الناس مستقره، رجعت لبيوتها. الامريكان منسحبين يعني. اكو نوع من الاستقرار. دكتوره، عرفتي شلون اكتشفوا خروجك من العراق؟ دائما احنا هاي الجزئيه، منو بلغ، منو كان كاتب، دائما تحمل كثير من المفاجآت. صحيح. عرفتي شلون اكتشفوا خروجك؟ عرفت. هو بلغ علي عميد الكليه. طبعا انا قبل لا اسافر كنت يعني كنت قدمت له عده استقالات، طلب استقاله انه انا اريد الحق بزوجي واني اريد اسافر وكذا. كان يرفضها واسباب عديده. اي والله ما من الحق بزوجي راح يعمر ايمانه. فكان كنت اتعامل مع الواقع بصدق. فكان يرفضها، فيأست انه اني هذا اجي من عنده بنتيجه. فقررت حقيقه يعني انا اعتذر، بس هاي دفعتنا الظروف انه اطلع جواز بشكل غير اصولي. وانه انا مو دكتوره. وبالمره الاولى حقيقه اكون صادقه، المفارقات اكتشفت احد الطلاب اللي ادرسهم كان يدرس مسائي بالجامعه. فسد الموضوع. سمعت من عنده حكايتين ونسد الموضوع. يعني شلون اكتشف لين يعرفني ادرس شايفني. لا يعني قصدي وين لاقيتي واكتشفتش؟ بالمنفذ الخروج؟ لا بالجوازات نفسها. قاعد دكتورتي ايش عندها جايه للجوازات. ما قلتي له سهل يا امور، غير شيء كان ممكن يساعد. لا بالعكس، صعبها علي وراح بلغ المدير. فتعرضت، قال له، فمن حكيت له للمدير وحكيت ظروفي يعني زوجي هناك واني ما اريد استمر وكذا. فحقيقه انه ما تعاون وياي، بالعكس سمعني كم كلمه انه احنا. بس جميل انه بقيتي جريئه وما خفتي وكررتي المحاوله. كررت المحاوله مره ثانيه، بس انه بالمره الثانيه يعني اللي ضغطوا بها علي انه ما خلوا بنتي بالجواز. يعني كان الجواز قبل ما تنطي للطفل جواز لوحده، كان انه بالاول كانت البنت حرامات له من البدايه. فكانت هاي الصعوبه اللي عانيت منها. وعميد الكليه هو اللي بلغ. والمفارقه انه لما صار السقوط، انه اجيت للعراق بال2003 من الاشخاص اللي تم تصفيتهم عميد الكليه. فالعداله الالهيه سبحان الله تلعب دور كل شيء. وقتها كانت اغتيالات الموساد شكو كفاءه شخصيه عراقيه. والله هو منين لك كفاءه؟ يعني اقول لك منين لك؟ هم اللي تلك الفتره ذيك الفتره اللي اساءوا للعلم واساءوا للجامعات هم هكذا شخصيات للاسف. يعني
ما كان يقدر وتقدر الشهاده، ما كان التعامل على اسس علميه. نعم فعلا. دخلت المحسوبيات ودخلت الدرجات كان الدرجات. بالدرجه الاولى. يعني تخيل كان يعني مسؤول التنظيم الحزب اللي هو طالب عندي يجي يقول لي دكتور انا المسؤول التنظيمات الحزبيه، يا بس تريد تنجحينه؟ كان ما يعني هذا الموضوع ما نجحك على اي اساس؟ راح خلق لي مشكله بالجامعه، وبسببها بدا ينهار العلم يعني بسبب ممارسات. دكتوره راح نستكمل معاك، لكن لازم اطلع بفاصل، والحديث شيق وبكثير من التفاصيل راح نستكملها بعد هذا الفاصل. خليكم ويانا. عودة لكم مجددا أحبتي المشاهدين من بعد الفاصل. نستكمل هذا الحوار مع المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي الدكتورة راقية عبد الجبار الخزعلي. أرحب بك مرة أخرى دكتورة راقية. يسلمك الله يحفظك. بالجزء الأول يعني آسف رجعتك لأوقات صعبة وسنين مضت كانت تحمل الكثير من الآلام والغصة. ولا يهمك. نقول الحمد لله عبرنا. الحمد لله. تنذكر وتنعاد مثل أي ما نقول والله. بالعراقي. آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. دكتورة هاي التجربة بتميزها الأكاديمي وبمعاناتها، لأن المعاناة تصنع الشخصية أيضا الحقيقية وتخلي الإنسان يصل إلى مستوى من الوعي ومستوى من التفكير. كيف إذا اقترن بتميز وتفوق بالشهادة الأكاديمية بالتأكيد راح يخلق فكر واعي، فكر كيف ينظر للمستقبل، كيف يمكن أن ترسم سياسات البلد، خصوصا جنابك نقله بأكثر من دولة، شفت تجارب الدول السابقة وكيف ممكن أنه السياسي يخلق لشعبه فرص من الرفاهية والتنمية. في وسط كل هذه التجارب وهذه الخبرات المكتسبة، كيف أثرت على فهمك للقضايا العراقية خاصة من الناحية القانونية وخاصة قضايا الكرد الفينيين وأنت على صلة مباشرة بها؟ طبعا القضايا العراقية اللي أثرت علي بشكل أساسي هو أنا حقيقة كان هي المحرك الأساسي اللي خلاني أجي للعراق، وكنت أدرس أنا في أمريكا. نعم. يعني أنا قررت أنه من أستغل وجودي في أمريكا أدرس لي ما بعد الدكتوراه. فهذا البرنامج اللي دا أدرس عليه يمنحني درجة عالم بالقانون. نعم. خضعت لعدة امتحانات وعدة دورات، وطبعا بالإضافة إلى أنه قبلها أنا درست لغة. نعم. لأنه اللغة الأمريكية حقيقة من إجيت لها كانت صعبة علي. أول ما رحت الأمريكا هذا كان الكلام ب 2021 صعب، يختلف عن 2020. اي نعم كان صعب انه لفظ الكلمات عندهم مختلف. نعم. واحنا على متعلمين على اللغه البريطانيه. نعم. فدخلت حقيقه جامعه مكنتني من الحصول على البكالوريوس باللغه الانجليزيه. من بعدها كملت على البرنامج ما بعد الدكتوراه للدراسه، وتعرضت لعده امتحانات واختبارات، وبنفس الوقت كانت عدة مقابلات إلى أن تم قبولي. خلصت ما يسمى بالمرحلة التحضيرية اللي هاي كنت أدرس بيها، اختاريت الدراسة بها إلى أنه العقود الدولية، الاتفاقيات الدولية، المعاهدات الدولية. نعم. ميثاق الأمم المتحدة، كل ما يتعلق بالمجال الدولي. لأنه هي هذا بأمريكا هذا المجال هو يعني أكثر شيء متطور. والله دكتورة تفيدينا، عندنا أكثر من ملف عالق مع دول الجوار. صحيح أنا وياك. فدراستها أثناء هذه الفترة سمعت باتفاقية خور عبد الله. نعم. وسمعت عن طريق وسائل الإعلام بعض الشخصيات أصلا المسؤولة قالت إنه هذه الاتفاقية نهائية. نعم. اللي منحت حقوق ملاحة للكويت. نعم. وبالتالي احنا ما يصير أو ما نتمكن من إبطالها أو إرجاعها أو إيقافها بكل الوسائل. نعم. فأنا عندي زملاء حقيقة في لندن هناك، هم تواصلوا وياي بالبداية، قالوا لي دكتورة ترى هاي اكو اتفاقية تنضمين لنا، احنا كمجموعة شخصيات احنا رافضين لهاي الاتفاقية. شخصيات عراقية نعم. أكاديمية أيضا، وهناك مستقرة في لندن. نعم. قلت لهم إيه بس احنا كقانونيين لازم يكون عندنا يعني أدلة قانونية. نعم. ما نقدر نتحرك بمجرد الكلام. لازم عندنا ما يثبت هذه الأدلة القانون. قالوا دكتور الأدلة خليها علينا. نعم. يا بس شنو الأدلة؟ قالوا عندنا خرائط تعود
الاستعمار البريطاني للعراق بتلك الفترة يبين أنه هذا الخرط من الحدود العراقية وليس مطل على الجانب الكويتي. حتى اكو خروقات بالترسيم البري. بالترسيم البري نعم. إضافة إلى أنه قالوا أنه أكو المراسلات اللي تعود إلى الدولة العثمانية ووالي البصرة. نعم. وتبين أنه هذا كان يستغل من قبل الجانب العراقي ما بجانب الكويتي وما مهم. كذلك الظروف اللي كانت تم التوقيع بهاي الاتفاقية إذا رجعنا إلى وقت بعد خروج الجيش العراقي من الكويت لاحتلاله والحصار والضغوط اللي مورست أو لأسباب نفسية أو عسكرية أو سياسية، وقع العراق على بداية هاي الاتفاقية كبداية توقيع أولي، وهي الاتفاقية تمر بعدة مراحل. التوقيع الأولي وقع عليه وما كان حاضر الجانب العراقي، انسحب من ترسيم الحدود، فما كانت يعني قائمة على معلومات دقيقة 100%. بالتالي هاي الدفعات القانونية يؤخذ بها برأيك؟ طبعا، لأنه أكو شيء اسمه اتفاقية فيينا. اتفاقية فيينا هي مشهورة على المستوى الدولي. هذه وضعت قواعد، أسس، أعراف دولية، أنه متى تكون المعاهدة صحيحة، متى تكون ملزمة، متى يصار إلى إنهائها. بس يعني احنا حتى نكون واقعيين ما نرسم صورة وردية للمشاهد. اليوم احنا شاهدنا وأبسط مثال غزة وما يحدث فيها. المجتمع الدولي والشرعية الدولية قابلة للمساومات والرشاوى والمحاباة والضغوط. هسه احنا الرشاوى السياسية مو كلها فلوس، هناك علاقات دولية، وهاي الدولة حليفة إليا ما صدر ضدها قرار، والكويت صديقة ما صدر ضدها قرار وغيرها. فالمجتمع الدولي مو مثالي ولا عادل. صحيح. سهولة ممكن انه مو شرط الخور بشكل تام، لكن اي مشكلة دولية والعراق بهذا وضعه يقدر يحصل حكم منصف في اي قضية متنازع عليها برأيك؟ طبعا. اذا ليش؟ والمحاباة الدولية شلون؟ المحاباة الدولية هذه تلعب دور فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية. بس انت اذا جيت مثلا محكمة العدل الدولية ورفعت دعوة وقلت انه هذا قراراتها غير ملزمة. قراراتها ملزمة. ليش ما ملزمة؟ طبعا. طيب. وبالتالي هي تعتبر قراراتها ملزمة للأمم المتحدة نفسها. فهي واجبة التنفيذ على الجانب الكويتي، ولا يتعرض إلى عقوبات اقتصادية أو عقوبات سياسية. طيب، بما أنه نفتح ملفات عالقة مع دول الجوار، يمكن اكتملت الصورة في ملف خور عبد الله، ما نريد نستغرق وقت به. أريد أنتقل بصراحة الملف المياه مع تركيا، أيضا ملف مهم. أي هذا صعب. ليش كل هالسنوات العراق يعطش وأراضي العراق أصبحت أغلبها بور في ظل عدم وجود تحرك حقيقي نحو حل هذا الملف؟ شوف، يعني هي هالدرجة صعب دكتورة؟ هو مو صعب، هو سهل، بس لازم يقوم على اتفاقية واضحة بين الجانب العراقي وكذلك بالجانب التركي. طيب، احنا إذا ما كنت اتفاقية شلون؟ خلينا نتكلم بصراحة. نعم. إنه الجانب التركي يعتبر هو صاحب الحق في المياه، مياه نعم. دجلة والفرات، وبالتالي هو من حقه أن يستثمر هذه المياه بما يحقق مصلحته. يعني مثلا مقابل مثلا المي ياخذ نفط أو ياخذ عوائد معينة. زين، وقوانين الدول المتشاطئة، القوانين الدولية، هذه شرط، بعدني ما كملت لك. نعم. إنه شرط أن لا يؤدي ذلك إلى خلق نوع من المجاعة، نعم، أو الإبادة أو التعطيش لتلك الدولة. نعم. يعني أنت من حقك أن تستثمر مياهك أو تستثمر ثروات على ما تأثر عليها بالضرر أو الإبادة أو التجويع. هذا ممنوع عليك دوليا، نعم. ممنوع، ولا تتعرض تركيا إلى عقوبات جزائية. وبالتالي أنا حقيقة ما مطلع على الاتفاقية استثمار المياه بين العراق وتركيا. ماكو اتفاقية، اكو مذكرات تفاهم. ما يصير. لازم احنا على هذا الوضع، نعم، لازم نوضع اتفاقية على دولية. القانون الدولي، قانون الدول المتشاطئة. لا، في مثل هذه الحالة احنا لازم ما نكتفي بهذه القواعد الدولية اللي تقول لك انت من حقك ان تستثمر مواردك الطبيعية، نعم، بس بالشكل الذي لا يسبب ضرر الا الدول الاخرى ايضا المستفيدة من هذه المياه، نعم، وان لا تتعمد باضرارها وتجويحها او تعطيشها. الجانب التركي ما رضى يوقع معنا اتفاقية. ما يصير بهيك حالة. لازم اللجوء إلى الأمم المتحدة ورفع مذكرة من قبل ممثل العراق لدى الأمم المتحدة إلى القانون الدولي، إنه تركيا متعمدة في تعطيش الشعب العراقي والدولة العراقية وإلحاق ضرر كبير بها، قد يؤدي إلى إبادة، قد يؤدي إلى
مسألة أنه مواردها الزراعية الاقتصادية كلها تتوقف، وبنفس الوقت أدلة تبين هذا الشيء. يعني مثلا الأغوار شلون جفت، الثروة الحيوانية. ليش باتفاقية الدكتور عبد الله لقينا بعض الأصوات العراقية المنصفة في الداخل والخارج تبنت القضية، خصوصا الأصوات القانونية المختصة بالقانون، بينما من ناحية تركيا ما نلاحظ أحد، لا جهة حكومية لا شبه حكومية لا شعبية لا أكاديمية تبنت حل هذا الموضوع؟ يمكن أقول لك أنه الجانب الإعلامي لعب دور. يعني أنا مثلا شفت أنه يعني الناس من طلعت التظاهرات اللي حثت، وبنفس الوقت أنه الإعلام والكتابات اللي كتبت عن خور عبد الله يمكن كانت هذه شوية اللي عرفت العالم، عرفت الناس اللي محتفظة ببعض الأشياء، بعض الأدلة، أنه ترى أكو هيك مسألة، وترى هذا هو الإطلالة الوحيدة للعراق على الخليج العربي. هسه أكو شيء مرفوع أمام الشرع الدولية بما يخص خور عبد الله؟ لا طبعا لا. هو أصلا أنا ما أريد أتكلم في كل شيء. أصلا هسه يعني كل المحاولات أنه ينسد هذا الملف، يعني بعض الشخصيات. وإذا انسد يروح الخور، انتهى الموضوع. يعني لو اكو امل حتى وان طالت السنين إذا إجا مجلس نواب حقيقي وحكومة حقيقية ومدافعة عن حقوق العراق، مستحيل هذا ينسد. يعني بالتقادم مثل هكذا قضايا بالتقادم ما يصير امر واقع. ما يصير، ما تتقادم بيها مجال، ولا تصير الاتفاقية ملزمة، لأنه بنيت على باطل. فبالتالي هذا مجالها واسع، وبإمكاننا أن نستخدمها بأي وقت طالما احنا نمتلك أدلة قانونية، وطالما مؤمنين بقضيتنا، وطالما اكو وسائل قانونيه دوليه. زين اتفاقيات التسعينات وترسيم التسعينات بني على باطل لسبب او لاخر. الاتفاقيه الاخيره اللي تمت في عهد السيد المالكي على ما اعتقد، او كما يقول بعض انها ليست اتفاقيه، هي مذكره تنظيم ملاحه او هكذا شيء، ما اعرف التوصيف القانوني، لان الاتفاقية تختلف عن المذكرة، تختلف عن المعاهدة، انت اعرف من عندي بيها. هاي ما راح تكون ملزمة لنا، باعتبار انه العراق مو فترة البعث ولا كان ضعيف ولا ضغوطات دولية، ويقول لك العراق انتم كنتوا بدولة ديمقراطية وسويتوا هاي المذكرة او الاتفاقية سميها ما شئتي، فما راح تكون ملزمة؟ شوف، هو المعاهدة تمر بمراحل متعددة او الاتفاقيات. آخرها طبعا توقيع أولي، توقيع بالأحرف الأولية، بعدين التوقيع النهائي والمصادقة، وآخرها اللي هو ما يسمى بمصادقة مجلس النواب العراقي عليها. هذا يعني كعنصر يضفي صفة الإلزام على هذه الاتفاقية. هو صادق في ذلك. نعم. فمن إجا يعني حقيقة اللي يشترط الدستور العراقي أنه ثلثين أعضاء مجلس النواب العراقي صوت عليها بالموافقة. كانت أكو مشكلة بالتصويت. بدليل قرار المحكمة الاتحادية العليا قال إنه هذا يجب أن يعاد التصويت عليها. فهذا المدخل الحقيقة صارت به إشكالات، إنه أكو طلب قدم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إنه ما أعرف محتوى الطلب، بس إنه يصار إعادة النظر في الاتفاقية بما يضمن إنه أخذ حقوق الطرفين، الجانب العراقي والجانب متكافئة. أنا ما أعرف بالضبط إنه شنو اللي طلبه، بس هي كانت إنه القضاء العراقي طالب إعادة التصويت. من بعدها أو على أثرها القضاة اللي هم أعتقد عددهم 8 أو 9 من المحكمة الاتحادية العليا قدموا استقالتهم بناء على هذه الاتفاقية، اللي هم كانوا باتجاه إنه هاي الاتفاقية إنه يصار بها إعادة تصويت، لأنه بيها حقوق العراق. يعني هم قدموا استقالتهم كانوا رافضين لإعادة التصويت؟ لا بالعكس، بالعكس كانوا يردون إعادة تصويت لها، لأنه التصويت مو صحيح حتى تكون ملزمة. احنا دكتورة إنه الموضوع حتى وإن استمر طبعا بمناسبة لمدى السنوات بالتقادم ما يسقط. الحمد لله. بالمناسبة يعني وأنا أحكيها أمام التلفاز، إنه أنا وصلت لي عدة رسائل تحذيرية إنه لا تخوضين في هذا خور عبد الله دكتورة، من ضمن ومع ذلك أنا هاي من أولويات. نعم. يعني فإذا أنا تعرضت لشيء، فاللي بعثوا لي بالرسائل هم اللي أحملهم المسؤولية على هذا الشيء. أنا ما أريد أصرح بهاي الأمور. داخلية ولا خارجية؟ لا، داخلية نعم. وخلال هاي الفترة أنه لا تركي خور عبد الله، لا تظلين تستمرين به. وأنا الحقيقة يعني أحكيها أمام التلفاز يعني.
ما قلت أنا لا، أنا جاية على مود هذا، هاي الاتفاقية أحاول أن أبطلها، وإذا الله وفقني أستمر بهذا الخط وما أتركه. وإذا دخلت للسلطة التشريعية أيضا راح أمشي بهذا الاتجاه. أي بس أريد الشرفاء يشاركوني، لأن أنا صوتي وحدي ما يكفي بالتأكيد. فإذا صار أو حدث لي أي أمر فالمسؤولية يعني أمامك، أحكيها بالتلفاز إنه هذول اللي حذروني، لأن أنا مستمرة على إنه هذه المسألة ما أتركها. أنا ما تخوفني هاي الأصوات ولا تهز ثقتي. أنا جاية لهذا المشروع وأنا صادقة بي، أريد أكمله للنهاية. أرض العراق ومياه العراق هي مو أداة للمساومة. يعني أرض العراق ومياهها هذه لازم نعطيها الأولوية على أي شيء آخر. بالفعل. لأنه إحنا يعني إذا ما نعتز بوطنيتنا وما نعتز بحقوق بلدنا، إحنا على شنو جايين؟ وأيضا ضروري ما ننسى ملف المياه دجلة والفرات. هذه كلش مهمة. وحل هذه المسألة هاي نبهتني عليها، كلش مهمة، لأنه أكو قرارات دولية تمنع الجانب التركي يفترض أن تفعل هاي القرارات. إنه أن تستخدم أي طريقة من الطرق اللي محاولة تعطيش الدولة العراقية. هذه من الجرائم المحرمة دوليا. دكتورة، راح نستكمل أكثر بأولويات برنامجك الانتخابي لكن بعد هذا الفاصل. من بعد الفاصل نعود لتكملة الجزء الثالث من حوارنا لهذا اليوم مع دكتورة راقية. كنا قد تحدثنا عن أبرز الأولويات في برنامجك الانتخابي دكتورة، وهي حل بعض الملفات العالقة والشائكة مع بعض دول الجوار، وصراحة نأسف لهذا الواقع الذي يعيش فيه العراق اليوم وهذه المواقف من بعض الجيران. نغادر هذه الجزئية بعد استيفائها لنتحدث عن بقية النقاط في برنامجك الانتخابي. الحقيقة أنا برنامج الانتخابي بالبداية هو خور عبد الله، وحقيقة أنت نبهتني على موضوع اللي هو مياه العراق وفيما يتعلق بالجانب التركي. هذه جدا مهمة أيضا، فينبغي أن حقيقة شوية نهتم بها، لأنه تتعلق بشعب بأكمله، ببلد بأكمله، لازم نعطيها الأولوية. النقاط الأخرى الحقيقة اللي ركزت عليها هو ما يتعلق بمكافحة الفساد أو إيجاد بعض الآليات القانونية لمحاولة محاربة الفساد بكل أنواعه، اللي هو المالي، الإداري، السياسي. يعني تفعيل دور النزاهة، القضاء، يجب أن تكون هنالك وسائل رقابية على الحكومة أو كذلك فيما يتعلق بمؤسساتها، تفعيل القوانين، يعني تفعيل أجهزة المراقبة لبعض الموظفين وكذلك لبعض اللي هم أصحاب المراكز القيادية، بحيث محاولة وإخضاع أيضا العقود الحكومية وما شابهها إلى الرقابة الإدارية الشديدة لإجازتها ولمعرفة مدى الحقيقة الفساد اللي ممكن أن يلحق بها. يعني هذه المسائل اللي تتعلق بالفساد الحقيقة أكو العراق تعرف أنه من الدول المتقدمة بكونها من الأكثر الدول فسادا بالعالم هو العراق، يمكن حسب 38 إذا ما خانتني الذاكرة. في منظمة الشفافية الدولية في أمريكا، والثالثة عربيا للأسف. للأسف. يعني هذه المسائل كلش تحزب نفسنا، وإحنا صدق إنه ما ممكن أن نحل مشاكلنا إذا ما نحل مسائل الفساد والقضاء عليه، وإن تكون شعارات اللي تقال بمحاربة الفساد لازم أن نفعلها على أرض الواقع. إذا تبقى هي شعارات بدون تفعيل فإحنا ما سوينا شيء. أي شيء من هذا اللي أنا أتكلم لك عليه اللي خور عبد الله وغيره ولا يتعلق بالتنمية ورفع مستوى دخل الفرد، اللي هي النقطة الثالثة اللي بالنسبة إلى البرنامج الانتخابي، نرفع مستوى دخل الفرد، كلها مرتبطة بالمحاربة الفساد. إحنا إذا قضينا على الفساد ممكن نحل كثير من مشاكل العراق. هذه مسألة، أو تحجيم على الأقل نبدي كبداية، إنه نقيد، نوضع قيود ونفعل القانون على الكل. ليس هنالك شخص فوق القانون أبدا.
لازم هذه القاعدة اللي نشتغل عليها. نعم. عندك المرأة، يعني أحاول إنه ببرنامجي أن أنصف المرأة، يعني المرأة فيما يتعلق بحضانتها للطفل، وهذه المشاكل الأخيرة اللي ظهرت بالواقع. نعم. خاصة في ظل المدونة الجعفرية. أنا تكلمت عنها في إحدى البرامج عن هذه المسألة، أنه المدونة الجعفرية أعطت حق الحضانة للرجل إذا كان الطفل بلغ سن 7 من عمره. نعم. وكثير من النساء الحقيقة زاروني لمكتبي يشكون أنه أطفالهم ما يرضون يفقدون حضانتهم. دكتورة، أعتقد بعض محاكم التمييز قد عالجت هذه النقطة بالفترة الأخيرة، يعني بدأت تطبق المدونة على الشخص، الأشخاص اللي يعني بدأوا يحولون يعني عقود زواجهم. يعني هم عاقد على 188 عد جعفري، ومن بعد ذلك مثلا يروح يريد يطلب حسب المدونة. شوف أنا أقول لك تطبق المدونة فقط عليه، ليس على المرأة. مو هذا مو حل. نعم. شوف، وفي قرارات المحكمة التمييزية بس المفروض أنها سائدة تكون. هذا ما حل، يعني نعم. احنا نظل على دعوة وكل واحد يريد يشتكي يروح للقضاء. احنا لازم نعالجها بشكل أصولي وبعيدا عن المذاهب. دكتورة، أنا هاي الجزئية بالقانون مو كلش فاهمها. المحاكم التمييز من تصدر قرار يعني ما يكون اوتوماتيكيا مطبق على بقية القضايا المشابهة، لو تبقى بشكل فردي وصفة فردية لازم تعالج. بأمريكا وبعض الدول، نعم. مثلا بريطانيا يسموها الدول الانكلوساكسونية. نعم. هذه تأخذ عندها بنظام السوابق القضائية، يعني بمعنى أنه أي محكمة تصدر حكم نعم. قضائي يكون ملزم في قضية مشابهة لمحكمة أخرى. بالعراق ما عندنا هذا نظام السوابق القضائية، فتشوف أنه تصدر قرارات متنوعة نعم. لقضايا مشابهة. أن يؤخذ كمقارنة أسوة به. ممكن أكو يصدر عن محكمة التمييز ما يسمى بالاجتهادات القضائية. نعم. إذا تصدر هذه الاجتهادات القضائية كاجتهاد قضائي، هذا ممكن يؤخذ به، ولكنه غير ملزم بدرجة كافية للقاضي. يعني إحنا ما عندنا هذا النظام السوابق القضائية. طيب رأيك دكتورة، خلينا نتحدث بشكل شوية أوسع وأكثر خطورة لأن مهم. الدستور العراقي يحتاج لتعديل. أحد راح يصدى لبعض الفقرات الموجودة به اللي هي عبارة عن ألغام بصراحة، يعني بسبب بعض الفقرات الملغمة بالدستور أو الشائكة أو غير المفسرة بشكل جيد، تصير عندنا نزاعات بين كتل سياسية، بين الحكومة الاتحادية وما بين الإقليم على أوضح شيء هذا وأوضح مثال. حتى المحافظات عندها إشكالات بطريقة أنه الإدارة تكون لا مركزية، شبه مركزية أو غيرها. حتى طريقة أنه الكتلة الأكبر كيف تم تفسيرها وفق الدستور وغيرها من الأمور التي ما زالت عالقة. يعني أقول لك نعم. حتى طريقة التصويت صعبة. طبعا. بعض الأمور الثلثين وأكثر طبعا. أو طبعا. نصف زائد واحد. طبعا. حتى حل مجلس النواب العراقي. نعم. يعني طريقة الحل أيضا صعبة. يعني هي بحد ذاتها طريقة التعديل على الدستور صعبة. تستلزم اتفاق أكثر، ما أعرف يمكن ثلثين محافظات أو غيرها. إذا اعترضت على طريقة التعديل ثلاثة فما يصير أي تعديل. نعم. ما الحقيقة الدستور يعني مليء بالثغرات اللي يفترض أن يصار إلى تعديله، محتاج إلى تعديل، بس مثل ما تفضلت أنه طريقة تعديله هي صعبة. نعم. فبالتالي هل هو كان سليم الدستور العراقي؟ أنا أقول لك لا، مو سليم. يعني الدستور العراقي كتب على عجالة في مرحلة حساسة. في مرحلة حساسة احنا نلتمس لهم العذر. شوف أنا البعض من عندهم زملائي نعم. والله ما أريد أذكرهم بالاسم، إنه شاركوا في كتابة الدستور وهم ما مؤهلين لكتابة الدستور لأنهم مو اختصاص قانون دستوري. نعم. يعني اختصاصهم الدقيق أحوال شخصية، بعض منهم ماستر، بعض نعم. منهم بعيد أصلا عن القانون. يعني دستور يكتب لازم يكتب من ناس متخصصة جدا. نعم. بالقانون. احنا لأن عندنا القانون الاختصاص به، اكو قانون دستوري. نعم. اكو قانون جنائي، اكو قانون دولي، اكو قانون اللي هو المدني اللي يتعلق نعم. بالعقود وما شابه. فلازم يكون ناس مختصة على مستوى دقيق جدا بالدستور، يلا تتمكن. لأن بتبعات مستقبلية. نعم. فأنت ما يصير تجيب لي واحد ما يفهم شنو الدستور ولا مطلع على أحكامه، ولا تقدر تجيب لي دستور. خصوصا هي هاي أول تجربة للعراق بكتابة الدستور. أول مرة احنا
نتنفس الديمقراطية. فاستغربت أنا. يعني واحد منهم من زملائي اللي درسوا شفته من ضمن لجنة كتابة الدستور، قلت له عمي أنت ايش تعرف بالدستور؟ أنت ايش جابك؟ أنت اختصاص الزواج وطلاق، أنت ايش جابك على موضوع الدستور وحطوك بيه؟ فهذا مو صحيحة. يعني إحنا لازم هسه أني واحدة من الناس هسه مثلا على سبيل المثال لو تقول لي مثلا تعي كتبي لي قانون جنائي وشارك بكتابة القانون الجنائي، أقول لك والله صعب. نعم. لأنه أنا مو مختصة بالقانون الجنائي. عندك نظرة قانونية بس مو لهاي الدرجة، مو لهاي الدرجة. نعم. ما أتمكن يعني فما بالك دستور أعلى قانون بالدولة ويحكم كل المؤسسات الدولة ويحكم كل قوانين الدولة، يشكل مستقبل الدولة وتاريخه. فبالتالي إجا يعني مشوه أنا أقول لك إياها، وبي ثغرات كلش صعب معالجتها. يعني مثلا حل الدستور أعطيك مثل عليه، أقول حل مجلس النواب، آسفة، حل مجلس النواب العراقي. أكو يقول إنه يحل مجلس النواب العراقي إنه بطلب من رئيس الجمهورية وموافقة رئيس الوزراء مو وتقديمه ويصير التصويت عليه ويحل. أو الطريق الثاني اللي هو إنه بالضبط إنه مجلس النواب نفسه. هذه نفسها إحنا اختلفنا بها من خلال مقالات كتبتها. بعض الأساتذة يقولوا لي لا، إنه ما ينحل مجلس النواب إلا من قبله هو يحل نفسه. البعض الآخر واني منهم البعض الآخر إنه قلت لا، ما يجوز، لازم أكو طريق ثاني اللي هو نسمح به رئيس الجمهورية وموافقة رئيس الوزراء، وبالتالي يتم الحل بقرار من عنده. لأنه ما معقولة الشخص اللي هو جهة برلمان وهي نفسها تقرر أن تحل نفسها. يعني هذه ما معقولة. يعني ما معقولة. مو تمتلك هذه السلطة نفس الجهة اللي هذه. يعني أنت لازم تخلي جهة أخرى حتى تصير فاعلة، يعني مثل تملك دور رقابة على مجلس النواب العراقي، وهي أحد وسائل الرقابة. هذه لغاية اليوم يعني إحنا مختلفين عليها كأساتذة وكذا قانونيين. هذه وحده. هذه ليش انخلقت؟ لأنه أكو ثغرة. لو كان واضح الدستور ما كان اختلفنا وما كان وصلنا إلى هذه الصورة. مسائل كثيرة أيضا بالنسبة إلى المحكمة العليا الدستورية العليا. هل هاي المحكمة الاتحادية العليا صلاحياتها كانت محددة بنص الدستور العراقي؟ لا، ما كانت محددة. يعني جتي بنقاط عريضة، بحيث أنت ما تعرف على وجه الدقة أنه هذا يدخل بصلاحيته لو يخرج من صلاحيتها. يعني حسب ما تقول أنه مراقبة كل القوانين، وكذلك كل مراقبة تطبيق فقرات الدستور، وكذلك معاهدات الدولية. يعني كل صغيرة وكبيرة لو أكو بعض الأشياء تدخل بصلاحيتها وبعضها تكون صلاحية محكمة التمييز العراقية اللي هي هسه محل تنازع سلطاتها. تابعة لمجلس القضاء. نعم تابعة لها. فبعض الاختصاصات تقول محكمة التمييز هاي صلاحياتي، بعضها تقول لا، المحكمة الاتحادية العليا تقول هاي صلاحية. هي أصلا من الأسباب اللي أدت إلى استقالة القضاة التسعة. ليش استقالوا؟ لأنه صارت منازعة. محكمة التمييز تصدر قرارات ومحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارات مخالفة إلها، وكل واحدة بيهم تقول لا هاي سلطاتي، الأخرى تقول هاي سلطاتي. احنا لو كاتبين الدستور بشكل صحيح بحيث نحدد المحكمة الاتحادية العليا نقول هاي شنو اختصاصاتك، ونقول للي محكمة التمييز كل ما عدا ذلك يخرج يكون هو من صلاحياتك، ما كان حصلت هذه الفوضى القضائية. هذه واحدة من الأشياء. كذلك بالنسبة فيما يتعلق كثير من الأمور، يعني جتي فضفاضة وتحتاج إلى تدقيق، يعني ومعالجة يعني معالجة تشريعية فيما يتعلق بالدستور العراقي حتى تبنى على الدقة. مثلا على سبيل المثال إنه يقولون إنه العراق كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي والكذا. زين إحنا من نشوف التعبير عن الرأي إلى أي حدود؟ يعني أنا لما لو أطرح وش حريتي وش وقت تنتهي بالضبط. هذا احنا كنا محتاجين ان نتكلم عنه. يعني لم يسيء وقال لك هاي حريه، وشون تكفله؟ شنو طريقه انه يكفل الدستور العراقي حريه التعبير؟ زين وين وشون تكفله؟ غير تبين لي شلون يتم كفاله هذا الحق. مو صحيح بالضبط. زين يعني هاي حسب ما اتذكر
يعني كثير من النقاط هي صراحة دكتورة تحتاج إلى دكتورة، لدي دقيقة من الوقت متبقية، من خلالها نوجه رسالة لناخبيك وكل مشاهدين الإشراق الفضائية. الحقيقة أول شيء عرف الجمهور للمرة الثانية، أنا الدكتورة راقية عبد الجبار علي الخزعلي، تسلسلي 57، مرشحة عن قائمة الأساس في بغداد، أستاذة في كلية القانون جامعة بغداد، وأدرس لما بعد الدكتوراه في واشنطن. أنا اللي أحب أنه أتوجه به للشعب العراقي، أقول لهم إحنا في فترة حساسة جداً، وكثير من أبناء شعبنا أنه أصابهم نوع من الإحباط وهذا اليأس بسبب أنه لا تغيير سوف يحصل في المجتمع العراقي. إحنا نقول لهم لا، الأمل موجود والناس الخيرة موجودة، والإقدام على التغيير يحصل بعملكم بفعلكم. فاللي أتمناه من الله سبحانه وتعالى ومنكم أنه تختارون الشخص الأصلح بما يمتلك من سيرة ذاتية، ومن ما يمتلك من خبرة قانونية، من خبرة يعني في مجال عمله تؤهله لأن يكون عضو مجلس النواب العراقي. يعني بمعنى أصح، في الآونة الأخيرة بدأ ما يسمى بعملية بيع وشراء لبعض الأصوات ولبعض البطاقات. أنا أقول لك إذا اشتريت بطاقة فأنت معناتها أنت تشتري شخص فاسد، وده تأهل أن يوصل إلى مجلس النواب العراقي. اشتري العراق فهو بلدك، هو يساوي أكثر من ذلك بكثير، وبيدك التغيير، وإن شاء الله التغيير قادم على يدكم، وأملنا بالعراق كبير وبالعراقيين. ربي يحفظكم. شكرا دكتورة راقية، نتمنى لك الموفقية بالسباق الانتخابي. الله يسلمك، ونشكرك على هذا الحوار. يحفظك. أنا أشكرك وأشكر قناتكم الكريمة، وأتمنى من الله التوفيق لكم. شكرا جزيلا. كذلك أشكر كل من تابع حوارنا لهذا اليوم. مع السلامة.